الرضا ضعف ولا قوة؟ ده عنوان حلقة النهاردة. في ناس كتير بتفتكر كلمة الحمد لله على كل حال كارت انسحاب، إنك لما تبقى راضي يبقى لازم تسكت على ظلمك، تسكت على حقك. بس النهاردة هعرفك الرضا الحقيقي ضعف ولا قوة، واللي هيفهم السر ده في آخر الحلقة هيعرف إزاي يكون راضي بقلبه ومجاهد بإيده، وهيفهم ليه التوكل الحقيقي بيخلي الواحد يعمل أكتر مش أقل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم. أنا محمود الحديري، بقدم محتوى ديني بأسلوب مناقشاتي، يعني بنتكلم، بنفكر، بنسأل. لو عايز محتوى ديني يخلي عقلك يشتغل مع إيمانك، أنت في المكان الصح. لو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الرضا إن قلبك يكون مطمئن، رضاك في قلبك بس كرامتك في إيدك. الرضا يخليك قوي مش ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بيهدد بالقتل، قدامه جيش من المشركين، وراه بحر من الخطر، ما فيش مكان يروح. ايه اللي عمله؟ قعد في البيت وقال ربنا هينقذني؟ لا، خطط، جهز نفسه، سافر بالليل، خبى نفسه واستأجر دليل، خد طريق تاني، ساب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام في فراشه عشان المشركين بيراقبوا البيت، يلاقوا سيدنا علي في الفراش يفتكروه سيدنا محمد. جهز رحلة الهجرة بالتفصيل، استخبى في الغار، عمل كل حاجة ممكن يعملها، وقلبه كان مطمئن إن ربنا معاه. يعني مشي وهو واثق، مش قاعد وهو واثق. ده الرضا الحقيقي، مش إنك تنام وتسيب الدنيا تدوس عليك، ده إنك تشتغل وإنت نايم مرتاح. سيدنا موسى عليه السلام واقف قدام فرعون، أعظم طاغية في الأرض. موسى مش مستسلم، مش قاعد يقول ربنا كاتب لي الاستضعاف، لا، اتكلم، واجه، طالب بحقه، طالب بحق بني إسرائيل، خطط للخروج. بس قلبه كان متعلق بربنا. لما وقف قدام البحر قالوا له إنا لمدركون، قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. قلبه قوي مش ضعيف. بس في فخ بيقع فيه ناس كتير، بيستخدموا الرضا غطاء للكسل. الطالب اللي ما بيذاكرش ويقول إن شاء الله هنجح، الموظف اللي ما بيجتهدش ويقول ربنا هيرزقني، المظلوم اللي ما يدافعش عن نفسه ويقول ربنا شايف. ده مش رضا، ده تواكل، ده استسلام، وربنا ما بيحبش الكسل. الرضا الحقيقي بيديك طاقة. ليه؟ عشان بطلت تفكر في النتيجة، بطلت تقلق هنجح ولا لا، هاخد حقي ولا لا، هتتحل ولا لا. قلبك مطمئن ان النتيجة في ايد ربنا، فكل طاقتك راحت للشغل نفسه، تنام مرتاح وتصحى مجهز. ده الفرق. الاستسلام بيخليك تعبان نفسيا، الرضا بيخليك قوي عمليا. والناس اللي فاكرة ان الراضي لازم يبقى هادي ومسالم وما يتكلمش غلطانين. الراضي ممكن يكون اشرس واحد في المعركة، بس بعد ما المعركة تخلص ينام مرتاح، مش زعلان، مش مقهور، لأنه عمل اللي عليه والباقي مش في إيده. طيب إزاي نتعلم الرضا من غير ما نقع في الاستسلام؟ ما تقولش ربنا كاتب عشان تنام، قول ربنا كاتب بعد ما تتعب، بعد ما تدي كل اللي عندك، مش قبله. الرضا مش معناه إنك تبطل تحلم، لا، احلم، اطمح، اشتغل. بكده يبقى الرضا قوة مش ضعف. خليني أقول لك على حاجة في النهاية. الرضا الحقيقي بيخليك غني بجد، غني بقوة قلبك، بقوة إيمانك. الناس بتتعب عشان النتيجة، أنت هتبطل تتعب، هتشتغل بس مش هتتعب، وهتنام وأنت مرتاح. بس في سؤال بيجي بعد الرضا: طيب لو أنا عملت اللي عليا وخططت واجتهدت والنتيجة جت عكس اللي أنا عايزها، هل ده معناه إن أسيب كل حاجة وأقول توكلت على الله وبطل أحلم، ولا معناه إن أستنى وأنا مطمئن؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية، سر التوكل، إزاي تكون واثق من ربنا لدرجة إنك تشتغل أكتر من غيرك. ولو سمعت الحلقة دي كويس، الحلقة الجاية هتكمل لك الصورة.
شكرا ليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في التعليقات انت حسيت ان الرضا خلاك اقوى مش اضعف. اشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.